مناقشة نبي الله إدريس. لماذا سمي نبي الله إدريس بهذا الاسم وما كانت مهنته؟ سمي نبي الله إدريس عليه السلام وذلك بسبب كثرة دراسته، وقد كان خياطا، ويقال إنه أول من خاط الثياب ولبسها، إذ كانت الناس قبله تلبس الجلود. لماذا طلب الملك من صاحب البستان أن يعطيه إياه وما كان رد الرجل المؤمن؟ كان هناك ملك جبار ظالم في بدء نبوة نبي الله إدريس عليه السلام، وكان يتنزه فمر ببستان وأعجبه ما في البستان من أشجار وثمار ونباتات، وكان هذا البستان لرجل من المؤمنين، فطمع الملك بالبستان وطلب من صاحبه أن يعطيه إياه، فقال المؤمن: إن عيالي أحوج إليه منك. غضب الملك كثيرا وحدث امرأته بذلك، وكانت قاسية القلب، وقالت له: سأعطيك حجة لتقتل الرجل. فأرسلت جماعة من أصحابها الكافرين وأمرتهم بأن يشهدوا على المؤمن أمام الملك بأنه على غير دين الملك، فشهدوا على ذلك فقتله الملك وسلب أرضه. أرسل الله نبي الله إدريس بأن يحمل رسالته. حمل إدريس رسالة الله إلى الملك الظالم، فغضب منه وهدد إدريس بالقتل. فقالت زوجة الملك المجرمة: لا تخشى من رسالة إدريس، فسوف أرسل من يقتله لتبطل تلك الرسالة. وحينما خرج إدريس عليه السلام من القرية مع جماعة من أصحابه وعند السحر، ناجى ربه سبحانه ودعاه واستجاب، والدعاء يعرف بدعاء إدريس، ووعده أن ينتقم من الملك وزوجته. من الذي طلب من الملك اغتصاب البستان؟ كانت من أمرته بأن يغتصب البستان وهي امرأة الملك الظالم. لماذا عاقب الله سبحانه وتعالى الملك على فعلته؟ ذلك بسبب لأنه قتل نفسا بدون حق له، وأخذ بستانه وقتل عياله.